السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة ان شاء الله جرين برجر او الطعمية بتاعتنا او الفلافل بحشوة البصل المرتة بطعم خرافي. وهعرفك اهم سر لطعمية المطاعم، او ايه البهار اللي بيحطوه لطعمية المطاعم واشهر المطاعم اللي ممكن الناس تبقى عارفاه وناس كتيرة ممكن ما تكونش عارفاه. تعالوا بينا نعمل الطعمية بتاعتنا الاول. اول حاجة يا حبيبي بيكون عندك الفول بتاعك اللي هو المدشوش، بيكون اللي هو ده اللي مش من عليه القشرة. بتكوني طبعا نقعاه ليلة كاملة، يعني حطاه في المية وسايباه ليلة كاملة عشان يتهرس معاكي كويس في قلب الكبة بتاعتك. بعد كده بتنزلي فيه بالكبة اهوت واحدة واحدة كده، ولا بتزودوا مية ولا أي حاجة. وبتبدأي تسمي الله كده وايه وتفرمي الفول بتاعنا الجميل دوت. طبعا انتوا عارفين الأسعار نار. حبة الطعمية قد الجنيه المعدن، بجنيه. يعني حاجة كده، يعني الله المستعان، يعني الله المستعان. هنفرم بقى الفول بتاعنا. كيلو الفول انت بتشتريه ب32 جنيه. شوف بعملك بقى كام كمية من الطعمية. عندي هنا ضفت لها البصل والثوم وهنفرم تاني. تمام كده اهو. وبعد كده يا ست الكل بتضيفي مفيش عيدان بسيطة جدا من الشبت والكزبرة الخضراء، وعيدان من البصل الأخضر موجود حاليا. البصل المتوفر. ما تكتريش في الخضرة بتاعتك عشان الطعمية بتاعتك ما تبقاش سمراء أو غامقة. عايزاها كل ما تكون عايزاها لونها فاتح، ما تكتريش الخضرة بتاعتها. هي طبعا بتديها طعم أحلى، بس بتخليها لونها غامق. إنما السر في إنها تبقى فاتحة إن الخضرة بتاعتك ما تكونش عفوا ان ما تكتريش الخضره في الفول مع الفول. تمام كده. بنبدا بقى نقلب الخليط مع بعض اهوت، الفاتح مع الغامق. انا كنت عملت كميه كده وكميه كده، وبدات ان انا اقلبهم مع بعض. يلا بقى نشوف البهارات بتاعتنا اللي حطيناها ايه. حاطين هنا فلفل اسمر والكمون والكزبره الناشفه والملح بتاعنا. طيب فين السر يا ستي؟ ما احنا عارفين الكلام ده كله. السر اهو، اصبري عليا بس. الكاري، معلقة من الكاري يا ست الكل. بتضيفي الكاري، هو ده الطعم المميز لطعمية أو فلافل محلات البغل أو مطاعم البغل المشهورة عندنا في المحلة والمنصورة. وأشهر المطاعم بيحطهم الكاري. طبعا انت لو مش حابة تحطيه ما تحطوهوش، وتكتفي بس بالفلفل الأسمر والكزبرة والكمون بس. تمام كده. بتبدأي بقى تقلبي كل الخليط دوت. وفي معلومة تانية مهمة، في ناس بتحط عليها بيكربونات الصوديوم وفي ناس لا. انا ما حطيتش بيكربونات الصوديوم. انت لو حابه تحطيها ما بتضيفيش بيكربونات الصوديوم الا ساعه لما تيجي تجهزي الطعميه للاكل. ما تحطهاش وبعد كده تعينيها في التلاجة. البيكربوناته ما بيبقاش كويس او بيروح مفعوله وهو في الايه وهو في التلاجة في الفريزر يعني. بعد هنا جبت بصلايه واحده بس، بشرتها بشر ناعم كده، وحطيت عليها فلفل اسمر وملح. تمام كده. بدأت بس ان انا اقلبها كده بالمعلقة عشان هي مش يعني الكمية قليلة. كنت ممكن اعملها بايدي بس عشان الكمية قليلة بس، فبضطر كده ان انا ايه ادوبها مع يعني اخلط الفلفل الاسمر مع الملح كويس جدا جدا زي ما انت شايفة كده اهو. بس يا ست الكل، في ناس بتحشي الطعمية او الفلافل جبنة، طعمها بجد مش حلو. يعني ممكن هي الاكل برضو اذواق، بس طعمها مش حلو. جربها بس في حشوة البصل المرتة دوت او المرتة ده، وطعمها هيفرق معاكي كتير جدا جدا. وببهارات الكاري، ضيفي معلقه كاري وهتشوف. ده كميه من العجينه بتاعه الفلافل اللي انا خلصتها وفرمتها معاكم. انا كيست الباقي حطيته في الفريزر وسبت كميه كده ايه لعشاء وفطار اهو. ببدأ كده افرد قطعه كده على ايدي، وبعد كده بقوم حاطه اهو البصل بتاعنا اهو. تمام. واقوم حاطه القطعه التانية فوقها واقفلها من الجناب. تمام كده اهو. بنسويها على قد ما نقدر طبعا. دي يعني دي لو بتتباع في المحلات القطعة هيقولوا لك عليها ب10 جنيه، مش أقل من كده. لأن شايفة حجمها قد ايه. طبعا انت لو عايزة صغيرة أكتر أصغر من كده صغريها. نشوف واحدة تانية اهو.
معلومة كمان للبنات الحلوين اللي بيشتكوا ان ممكن الطعمية ما يجوا يحطوها في الزيت بتهش منه او بتبقى هايشة كده، وتلاقيها تسيب في قلب الزيت، او تلاقيها طالعة شكلها عشوائي. دوت يا حبايبي بيكون بسبب حاجتين: اما العجينة بتاعتك كانت طرية او مرقة، او انت مزودة عليها مية، تمام، واما تكوني مزودة بيكربونات الصوديوم. فالحاجتين دول هم بس اللي بيخلوا الطعمية معاكي تبقى مفركشة كده، وتلاقيها مش ملمومة يعني، او مش ما بتثبتش على شكلها اللي انت حطاه بيه. يعني مش الاسم مش جاي في مخيلتي خالص. بعد كده يا ست الكل، الزيت بتاعك يسخن، ما يكونش سخن قوي، عشان انت لو سخنتيه قوي قوي اول ما تحط حبة الطعمية هتلاقيها تتحرق منك ولونها يسود. لا، النار يا دوبك الزيت يسخن كويس، مش قوي، وتبدأ تحط الطعمية بتاعتك وتحاولي تهدي النار شوية. ليه بقى؟ عشان ما تنسيش ان انت حاشياها بالبصل، فالبصل لازم يستوي. وهو كل الحكاية دي ما بتاخدش معاك 10 دقايق. تمام اهو. ودي حبة طعمية انا عملتها او فلافل بطريقة تانية، اللي هي طريقة البقجة. اهي شوفي، اللي هي كده بس كده بتعذبك شوية عن التانية اللي انا عملتها، عشان ممكن حد يقول لي في التعليقات طب ما كان في طريقة اسهل من اللي انت عملتيها، اللي هي كده اهي. بس شوفي هتلاقيني غبت فيها اهي. ادي طريقة تانية اهي، وتبدأ تسوي شكلها وخلاص اهي. ده الحجم الصغير اهو، بس كده. تمام. شوفوا واحدة تانية برضو انا عملتها، هتلاقيها برضو ايه عذبتني في ان انا المها على بعضها، لان دي يعني ايه العجينة مش عاملة زي الكوبيبة كده، لا دي طرية شوية عن الكوبيبة اهي. شايفة بدأت تنعكش، والبصل يطلع في كل مكان اهو. هنظبطها برضو ما تقلقيه. خلاص كده وخلصنا الطعمية بتاعتنا. شايفة اللون بقى وجماله بقى، ريحتها قلب الدنيا بجد. قومي يلا جربيه، اشتري الفول، انا عيلة هعملها بالطريقة بتاعتي دي، وما تنسينيش بدعوة حلوة، واهم من كل ده اوعوا تكوني لسه ما ضغطتيش على الاشتراك في القناة واللايك الجميل وتفعيل زر الجرس، عشان لما ينزل لي اي فيديو او اي حاجة يوصلك الاشعار اول باول ان شاء الله، والقناة تكبر بكم باذن الله. ادي حشوة البصل اهي. شايفة؟ هوريك واحدة تانية برضو يكون شكلها ارتب من كده اهي. شوفي بقى، جميلة تحفة بجد، يعني هتعجبكم ان شاء الله. كان في حد علق لي على كلمة تحفة تحفة ايوه احنا المصريين مشهورين بكلمة تحفة تحفة دي. بس كده، ودي وصفتنا النهاردة، واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.